الديتنج ابس دلوقتي بقت طريقك انك ممكن تتخطف. موضوع الخطف ده اتكرر في بلاد كتير قوي لدرجه ان وزير الامن العام في البرازيل اصدر بيان وقال ان 90% من حالات الخطف اللي بتجيلهم بتبقى عن طريق الابلكيشن. اللي بيحصل ان واحده اموره لذيذه بتبتدي ترمي شباكها على واحد غني ومرتاح وتجرجره لمقابله وهوب يلاقي نفسه اتخطف. فحرصا مني يا ابني على حياه الخاطفين والمخطوفين، لو سمحت ركز مع زميلتك في الشغل، مع بنت الجيران، مالها بنت خالتك وتريح قلب امك يا ابني. الاكيد انها هتبقى امن كتير قوي من موضوع تندر ده والابلكيشنز اللي احنا مش عارفين اولها من اخرها، والناس اللي ما بنبقاش عارفين هم مين. اديني نصحتكم اهو، تتنصحوا ما تتنصحوش انتوا حرين. أبا الحاج إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر عامل مشاكل من ساعة ما أتم الصفقة بشراء تويتر. رفض يجي أكتر من نص الموظفين بإيميل، حتة إيميل كده رفض بيه كل الموظفين دول ومنعهم من دخول المبنى وقال لهم روحوا اقعدوا في بيوتكم وسرحهم كلهم. لما ابتدى الكلام يكتر على الحوار دوت قال لك طب خلاص أنا هدفع لكم الشهرين بالقانون اللي أنتم المفروض تاخدوهم بس تفضلوا قاعدين في بيوتكم. الموظفين قال لك لا يا باشا، ده لا شرع ولا دين ولا قانون يرضيه الكلام ده. فهم قرروا إن كلهم يقضوا، وأبا الحاج إيلون هيدفع ملايين مملينة على قلبه قد كده غرامات للموظفين اللي طردهم بالشكل ده. يا ريتني كنت انا يا اخي. وقرر ابو الحاج ايلون ان هو يرجع لنا خدمه تويتر بلو، اللي هي العلامه الزرقاء اللي بتبقى جنب اسم المؤسسه او الشخصيه الهامه بتبقى محطوطه جنبها. بس المره دي بقى هو هيرجعها بفلوس. قال لك $8 لكل الناس الغلابه بتوع الاندرويد، انما بتوع الاي او اس بتوع ايفون عشان هم ناس متريشه كده هيعملها لهم $11. الحمد لله يا رب على موبايل الاندرويد. ونجوم كتير قوي ابتدوا يسيبوا منصه تويتر بسبب سياسات ايلون ماسك. اخرهم كان المطرب الانجليزي إلتون جون اللي قال ان مش عاجبه الكلام ده وتقريبا هو مستخسر ال $11 ان هو يدفعها. يا نهار اسود ومنيل، ده احنا زدنا ربع مليون في 56 يوم. طب وماله يا حبيبي؟ ما هو زمان قالوا اغلبيه بالعيال يغلبك بالمال. مال ايه وعيال ايه يا شيخه اتقي الله؟ ده محاكم الاسره مرصوصين عليها قد كده اهو. مال ايه وانتوا بتشتكوا القله والدله؟ يا اختي سيبيها على الله، العيل بيجي برزقه. مفيش بني ادم عاقل في الدنيا يقول ان احنا نفضل نزرب في عياله وبعدين نرجع نقول العيل بيجي برزقه. العيل ما بيجيش برزقه، العيل بيجي بمسؤوليته. ما تقوليش ابدا ان كل اللي يهمك في العيل انك تاكله وتشربه. الطفل محتاج اهتمام ومحتاج رعايه محتاج حنان، محتاج حاجات كتيرة قوي غير مجرد الفلوس. فما تقنعنيش ان الطفل اللي هتوزع عليه حنانك وحبك واهتمامك وفلوسك هيتساوى لما تخلف 4 و5 و6. ودلوقتي مع نشرة أخبار العالم نبتدي بألمانيا. ألمانيا يا ولاد حصل فيها انقلاب عسكري، وقال لك قبضنا على 25 واحد كانوا عاملين مجلس قيادة ثورة محندق كده على قدهم ومتنطورين في 11 محافظة. ما تسألنيش ازاي، عكشوهم بقى وقال لك احنا كان عندنا انقلاب. هو كده. البت أوكرانيا اتهبلت في مخها وبعتت درونز اللي هي الطيارات اللي من غير طيار دي، بعتتها على مقاطعتين 2 روس، انا ما اعرفش اساميهم عندكم هم. الهجمات دي بقى ادت لمقتل حوالي 3 روس واحدثت اضرار طفيفة في طيارتين روسي. ده أبا الحاج بوتين هيشة لوحده. وهو دلوقتي ابو الحاج بوتين بيهدد بضربه استباقيه، وانا عن نفسي مش عايزه اعرف ايه الضربه الاستباقيه دي ويعمل اللي يعمله بقى خلاص. نطلع بقى نروح نبص على التنين الصيني ونشقر عليه. التنين الصيني كان طلع عنده مظاهرات ضد الرئيس الصيني بتطالبه بالتنحي. ليه؟ علشان اجراءات صفر كورونا اللي بتطبقها الصين بمنتهى الحزم. المهم ان المظاهرات دي اختفت تماما من على وش الارض وما سمعناش عنها تاني. بس في نفس الوقت الرئيس الصيني استجاب وخفف شويه من حده اجراءات السياسات بتاعه صفر كورونا. نيجي بقى على الدنيا اللي اكتشفنا فيها اول حاله جدري قرود. والله يا جماعه احنا عندنا حاله اصابه جدري قرود. لا واللي زاد وخض كمان، اعلنت وزاره الصحه ان كان في شخص مخالط ليه اصاب برضو بجدري القرود. عشان خاطري يا جماعه يا ريت نسمع كل بيانات وزاره الصحه وناخد بالنا من جميع الاحتياطات اللي المفروض نعملها، ونعرف كل الارشادات وطرق الوقايه من المرض ده وانتقال العدوى بيحصل ازاي. ارجوكم احنا مش عايزين مصيبه كورونا تاني تجيلنا. نختمها بقى بخبر حلو كده. مصر اكتشفت حقلين غاز جداد. شركه اني وشركه شيفرون كل واحده فيهم اعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر. خمسه وخميسه وربنا يزيد ويبارك، وعايزين نبخر يا جماعه ونخمس، وهروح الف لفتي واكمل لكم تاني اخبار العالم.